معناته زيتك حار وما يصلح. ايش تقولين؟ اقول ابد ما احب رجال يدخلون بالمطبخ. يما شوف وش الاحمر ذا شكله محترف. شوفوا ما شاء الله. السلام عليكم، مساء الخير. طبق اليوم القيمات، وهذه المقادير كلها حتى حطيت الملعقة اللي رايحة أكور أو ألقم فيها القيمات. أول شيء 3 أكواب معيارية. الكوب هذا من الدقيق الأبيض، 3 أكواب لبن. هنا قليل من الموية علشان أبغى أذوب الخميرة منقوع الزعفران. وهنا ربع كوب زيت، وهنا ربع كوب كاسترد، وهنا ملعقة خميرة كبيرة وربع ملعقة ملح. رايحة الآن أضيف الخميرة علشان تذوب. أول شيء راح أضيف اللبن. هنا راح أضيف كل منقوع الزعفران. راح أضيف الملح على الدقيق، وهنا بعد راح أضيف الكاسترد اللي هي ربع كوب تقريبا ملعقتين، وهنا راح أضيف الزيت مع اللبن. باقي بس الخميرة لين تتفاعل ويتضاعف حجمها شوي راح أضيفها هنا وانتظروا. هذا خليط اللبن والزعفران اللي حطيته والزيت. الآن زي ما انتم شايفين الخميرة تفاعلت وتضاعف حجمها، راح أضيفها كلها. أبغى أضيف النشا مع الدقيق وأخلط. أبغى أخلطها لين يتجانس كله مع بعض، بعدين أبغى أضربها بيد. الآن أضفت كل المقادير مع بعض وصرت أخلط، وحاول إني أخلط أدخل الهواء بالعجينة وما يصير في تكتلات بالعجين، وتصير كذا بالطريقة هذه تتقطع السمك. رايحة أضربها وبوريكم الشكل النهائي. شوفوا السمك يصير زي كذا، زي اللي تقطع خلاص يصير. بخليه ربع ساعة بالضبط، وبعدين برجع مرة ثانية أضربه لين أدخل الهواء، بعدين أغطيه وأحطه بمكان دافي. شوفوا عجينة القيمات تضاعف حجمها، معناته القيمات اختمرت. بخليها ترتاح بعد 10 دقايق وبعدين ببدأ أسوي القيمات. الآن عجينتنا جاهزة، والزيت حطيت الزيت والملعقة أكيد تعرفونها كلكم، والزيت صار حار وقصرت عليه مرة، وبوريكم شلون تقدرين تتحكمين بالزيت. أول شيء نمسك باليد زي ما انتم شايفين كذا الدائرة،